ابنك بيعلي صوته عليكي ومش عارفة ايه التصرف الصح. في مواقف كتير الطفل بيبدأ يرفع صوته على أمه، سواء في لحظة غضب أو اعتراض أو حتى لفت انتباه. أهم حاجة نفهمها الأول إن رفع الصوت ده مش دايما قلة أدب، أحيانا هو مشاعر مش متظبطة، لكن برضه لازم يتعلم إن في حدود وفي طريقة كلام معينة بينا. أول حاجة رد فعلك إنك ما ترديش عليه بصوت عالي، لأن أغلب الأمهات بيقعوا في فخ إن الصوت العالي يقابل صوت أعلى، وده بيحول الموقف لمعارك. بدل بقى ما نقعد نعلي صوتنا قصاد بعض، ثبتي نبرة صوتك وابقي هادية حتى لو جواكي غضب. قولي جملة قصيرة وواضحة: أنا مش هكمل كلامي وأنت بتتكلم بالطريقة دي. تاني حاجة، ما تدخليش في نقاش وقت العصبية. لما الطفل بيكون منفعل مخه مش بيستقبل تعليمات كويس. بدل ما نعمل كده ونقعد نتناقش بدون جدوى، وقفي الحوار مؤقتا وقولي لما تهدى هنتكلم. دي اسمها بقى ايه؟ ايقاف ذكي للموقف مش تجاهل. ثالث حاجه، فرقي بين الغضب وعدم الاحترام. يعني مهم جدا ما تخلطيش بين ان ابنك زعلان وبيحاول يعبر حتى لو بطريقه غلط، وان طفلك بيتجاوز في اسلوبه. لو غضب نسمع ونحترم، طب لو تجاوز في الاسلوب نوقف فورا بس بهدوء. علميه البديل الصح للكلام. يعني الطفل اللي بيعلي صوته ده غالبا مش عارف يعبر صح، علميه جمل بديله زي انا متضايق، مش موافق، ممكن تسمعيني. التعليم هنا اهم من العقاب. خامس حاجه، ارجعي للعلاقه بعد الموقف. بعد ما الكل يهدى كلمي ابنك بهدوء واحكي له ان رفع الصوت ده مش مقبول، وفي نفس الوقت اكدي حبك ليه. يعني تقولي له انا بحبك بس مش هقبل اسلوب الصوت العالي معايا. واهم نقطه بقى، ثبات الام. لو مره قبلتي انه يعلي صوته عليكي ولو مره واحده، الطفل هيتلخبط. القانون بقى اللي لازم يبقى ثابت عندنا ان مفيش حوار مع صوت عالي سواء من الام او من الطفل. الخلاصه يعني ان الموضوع مش صراع قوه بينك وبين طفلك، هو تدريب بس على الاحترام زائد تعبير صح عن المشاعر. كل مره بتتعاملي بهدوء انت بتبني شخصيه طفلك اهدى واقوى في التعبير.